أهلا وسهلا أحبتي المشاهدين أينما تكونوا. اليوم في مهرجان الطب الشعري الثالث الذي يقيمته رابطة فيصل عبد الله الثقافية في منطقة السلاميات في قاعة أهل البيت. اليوم نلتقي الآن مع رئيس الرابطة ومؤسس الرابطة الأستاذ فيصل عبد الله. كيف بكم؟ مأجورين طبعا. أشكرك الأخ حيدر الإعلامي البارز اللي مقصرين وياه طبعا اليوم. مهرجان الحمد لله والشكر يعني نجح كبير، وطبعا اعتبره يعني اذا نقارنه ويا المهرجانات الاول والثاني هو الاكثر حضور اليوم حتى لاحظنا من مختلف المحافظات يعني عدة مناطق ومحافظات. وطبعا انت تلاحظ حيدر انت دائما بالمهرجانات وبالمتنبي وعده اماكن. نعم. دائما نادر ما نلقى انه يعني بالقاعه يعني رجال ونساء. نعم. خاصه المنطقه الريفيه ومنطقه نائيه طبعا نائيه تفتقر مثل شاهدنا قسمين يعني قسم رجال وقسم نساء يحقق باذن الله. هي الفكره اصل الفكره انه مهرجان الامام الحسين هو ناجح هو بركه. فأنا أشكرك وأشكر كل اللي حضر. طبعا بصراحة تعبت اليوم يعني من الصبح لحد المساء والاعتماد على الله وعلى البقية، لكن الظاهر انشغلوا فصار تقريبا الحمل الأغلب علي وعلى الأخ عبد القادر اللي ما قصر عريف الحفل والأخوة والبقية والكل. إن شاء الله كلكم بكم البركة. نتعلم هي دروس ان شاء الله، وهاي بعض الملاحظات اللي صارت ان شاء الله ايضا نتلافاها يعني احنا ما كنا نتوقع هذا الجمهور، نتوقع جمهور لكن مو بهاي العدد. فبركه الامام الحسين جزاك الله بالف خير. كل الشكر والتقدير لكم احبتي المشاهدين اينما تكونوا. كنتم مع رئيس الرابطه الاستاذ فيصل عبد الله وانا حيدر التنين.